في 1918 بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية خاضت المغرب معركة فريدة ضد فرنسا عرفت بمعركة البطحاء. اندلعت في إقليم تافيلالت جنوب شرق البلاد، وانتهت بانتصار المقاومة المغربية ومقتل القائد الفرنسي. بداية حكم تافيلالت القائد الفرنسي المستعرب لوستري، ثم ما لبث أن كشر عن أنيابه فاستبد بالأهالي ونكل بهم وحكمهم بالحديد والنار، وبلغ جبروته حد حرق بعضهم أحياء. تحت هذا القمع والاضطهاد برز القائد مبارك التوزونيني، رفع شعار الجهاد وإحياء الدين، جمع الناس حوله بالوعظ والإرشاد، ومضى يخطط لاغتيال لوستري. بعث إليه برسالة تخدعه وتوهمه بأن قبائل آيت خباش تريد الاستسلام، وهي قبائل أرهقت الفرنسيين بالإغارة على قوافل تموينهم. وفيما الحاكم الفرنسي منهمك بقراءة الرسالة، استل الرسول خنجره وسدد له طعنات قاتلة. مقتل لوستري صعق الفرنسيين، وقالوا في تأبينه إن قتله يعادل قتل ثلث الفرنسيين. على الجانب الآخر حميت حماسة الجهاد في أهل تافيلالت. عين التوزنيني بالقاسم النكادي قائدا لمعركة البطحاء، انطلق على رأس 300 مقاوم في غارة على معسكر القوات الفرنسية. في 15 من أكتوبر عام 1918 هاجم المغاربة الجنود الفرنسيين مستغلين هبوب عاصفة صحراوية عاتية. وقع الهجوم بغتة، فاضطربت صفوفهم وقتل بعضهم بعضا، وسط غبار كثيف أعماهم. قتل 10 ضباط وأكثر من 1200 جندي. غنم المغاربة أسلحتهم وعتادهم، وبقيت تافيلالت محرمة على الاحتلال الفرنسي أكثر من 10 سنوات.